تعتبر الجمعية الأم لمعظم الجمعيات السرية في العالم، والوريث الأهم للحركات السرية القديمة، الماسونية، المنظمة الأكثر غموض في العالم. ده مش بس علشان هي منظمة سرية واجتماعاتها دايما مغلقة، ده كمان لأنك لو حاولت تعرف مين أسسها أو اتأسست إمتى مش هتقدر تعرف، ولا هتلاقي إجابة واضحة، وهتلاقي حكايات كتير بتتقال عنها، لأن أصلا مفيش مراجع علمية معتمدة بتتكلم عنها بشكل رسمي. السرية الشديدة عن مراحل تأسيسها ونموها واللي بيتقال خلف الأبواب المغلقة، كل ده جعل حواليها علامات استفهام كتير. ويا ترى هي منظمة أخوية فعلا ولا الموضوع أعمق من كده بكتير؟ والأهم من كل ده، إيه السر ورا علاقتها بالحضارة المصرية؟ وليه رموز زي الهرم وعين حورس مرتبطة بيها وبتظهر في المحافل الماسونية؟ هو ممكن يكون فعلا الكهنة المصريين ورثوا تعاليمهم لجماعات خفية، والجماعات دي هي اللي اتكونت منها النواة الأولى للماسونية؟ لما بنلاقي شخص بيتهم الحضارة المصرية بأن هي أصل الماسونية، في الغالب بيكون مفيش عندنا رد، لأن في شيء غامض وفي حاجات كتير مش مفهومة. علاقة الماسونية بالحضارة المصرية وبمصر عموما. المعروف والمعلن عن نشأة الماسونية هي إنها نشأت رسميا بالشكل المعروف دلوقتي سنة 1705، وده كان تاريخ المحفل الكبير في مدينة يورك بإنجلترا. لكن قبل كده الماسونية بدأت إمتى بالظبط؟ في كذا نظرية، بس خدوا بالكم الماسون نفسهم عندهم أكتر من رواية عن تاريخ تأسيس المنظمة، وده في الغالب بسبب السرية الشديدة حتى على الأعضاء. يعني مثلا في رواية بتقول إن اللي أسسها هو النمرود ملك بابل، ورواية تانية بتقول إن اللي أسسها سيدنا سليمان عليه السلام. وبعض المؤرخين قالوا إنها نشأت في السبي البابلي، يعني في القرن السادس قبل الميلاد، وإن اليهود خدوا فكرة الجمعية السرية من الجمعيات السرية اللي نشأت في العراق لتضليل الناس، وإن أحبار اليهود أسسوا جمعية، والجمعية دي كانت هي النواة الأولى للماسونية. لكن في دستور الماسونية الأول اللي تم نشره سنة 1723 راحوا لأبعد من كده بكتير، وقالوا إن الجمعية بتاعتهم نشأت من زمن سيدنا آدم عليه السلام، وفي اللي قال إنها نشأت على إيد سيدنا آدم نفسه، وإنه ورثها للأنبياء من بعده. وطبعا ده كلام مستحيل. المستحيل إنها تكون نشأت على إيد سيدنا آدم، مش إنها تكون نشأت في زمن سيدنا آدم. وخلينا فاكرين الجزء ده كويس. ومن الفرضيات اللي انطرحت عن بداية الماسونية وسر علاقتها بالحضارة المصرية القديمة، وليه الرموز المصرية بتظهر في المحافل الخاصة بالمنظمة، والفرضية بتربط الماسونية بإعلان أول محفل رسمي للرومان أو ما يعرف باسم بروميا، وكان سنة 715 قبل الميلاد. وفي التاريخ ده كان تأسيس أول تنظيم أو طقس ديني أو محفل ديني رسمي للرومان. وفي نفس التوقيت الزمني كان بيحكم مصر الأسرة ال 22، وكانت من فترات عصر الإضمحلال في مصر. ويقال إن الأسرة ال 22 انطردت من مصر بعد ما حرقوا المعابد وسرقوا البرديات المصرية، وجدهم الأكبر هو شيشانق الأول، وده كان واحد من أحفاد بويواوا اللي اتقال إنه دخل مصر كأسير حرب. وفي رأي تاني بيقول إنه دخل في الهجرات البدوية. والأسرة دي أصولها بترجع لليبيا مش مصر، وبعد فترة من وجودهم في مصر قدروا إنهم يوصلوا للحكم، ويقال إنه كان آخر حكامهم شيشانق الرابع. وبعد طردهم من مصر بحوالي 5 سنين بدأ الإعلان الأول لمحافل المنظمة، وفيها الشعائر المصرية القديمة اللي مفروض إن الأسرة دي سرقتها من مصر ونسبتها لنفسها. ملكة بريطانيا اللي هي الملكة إليزابيث معروف إنها كانت رئيسة المحفل الأكبر الماسوني، والغريب إن حكمها كان مرتبط بالحضارة المصرية القديمة. يعني مثلا وجود حجر المصير والمعروف باسم حجر يعقوب، واللي معروف برضو إنه حجر مصري تحت العرش البريطاني، وتتويجها كان على هرم مدرج زي هرم زوسر. الصولجان الملكي اللي كانت بتحمله أصله مصري، وكان بيحمله الملوك المصريين اللي كانوا بيعتبروا نفسهم أبناء الإله. نيجي بقى للدولار نلاقي مرسوم عليه عين حورس مرسومة على قمة الهرم الأكبر، هرم خوف. معقول كل ده علشان أسرة حكمت مصر فترة من الزمن يسرقوا رموزها وبردياتها ويعملوا جماعة زي دي؟ والأغرب بقى إن التاج الملكي البريطاني مطعم ب 12 حجر كريم، وده ليه معنى قوي هنعرفه في الحلقة. كل الرموز اللي اتكلمنا عنها هنقول رمزيتها ومعناها بالتفصيل، ولكن بعد ما نكشف الأول عن الشخصية الحقيقية المؤسسة للماسونية، وليه الشخصية دي ربطت نفسها بالحضارة المصرية. لو عايزين نعرف الحقيقة كاملة يبقى لازم نرجع ورا بالتاريخ، نرجع للبداية لقصة أوزوريس وست، القصة اللي كلنا عارفينها واللي بدأت بيها الصراعات بين قوى الخير والشر. ست بعد ما قتل أخوه أوزوريس استولى على الحكم لفترة، وبعدها حصلت صراعات بينه وبين حورس ابن أوزوريس. والمعروف لينا إن ست جرح عين حورس
والعين المجروحة كانت العين اليسرى. وبعد المعركة قام تحوت بمعالجة العين وإعادتها لحورس، وعين حورس بعد كده أصبحت رمز للشفاء والحماية الإلهية والنظام. وكان كمان عين حورس رمزها القمر، لأن القمر بيرمز للنظام والشفاء. للنظام لأنه بيظهر في السماء بشكل دوري ومنتظم، وبينمو ويتجدد كل 29 ل 30 يوم، والتكرار المنتظم بمثابة ساعة طبيعية، لأن المصريين القدماء كانوا بيعتمدوا على حركة القمر في المواسم الزراعية والفصول والطقوس الدينية، وده المقصود بالنظام. وكمان ربطوا القمر بالشفاء، لأن القمر بيفقد ويرجع ويتجدد وبيرجع تدريجي، فرجوعه بيكون رمز للتجدد والشفاء. علشان كده بقى القمر رمز لعين حورس، لأنه حورس كان هو النظام قصاد فوضى ست. لكن القصة ليها كمالة مش بتتقال دايما، ويمكن مقصود انها ما تتقالش، وهو ان حورس في الصراع اصاب ست في عينه اليمنى، او بمعنى اوضح قلع عليه عينه اليمين، ولكن تحوت منزلش رجعها ليه مرة تانية زي ما عمل مع حورس. ويقال ان ست وضع مكان العين المفقودة بلورة. ست في الحضارة المصرية هو إله الصحراء والفوضى والعواصف، وفي بعض التفسيرات كانوا بيرمزوا ليه بالشمس الحارقة والقوة العدوانية. والمصريين القدماء كانوا بيرمزوا لعين ست برمز الشمس، ومش المقصود إنها بتنور الكون، ولكن كان المقصود قسوتها أثناء النهار في الصحراء القاحلة، وإنها بتكون عدوانية وحارقة ومؤذية. لو بصينا للعين اللي على الدولار هنلاقيها العين اليمين اللي فقدها ست، مش العين اليسرى اللي فقدها حورس ورجعت ليه. وفي نفس الوقت العين اللي على الدولار محاطة بأشعة الشمس اللي هو رمز القوة العدوانية الخاص بست. فالعين اللي على الدولار مش عين حورس، هي عين ست اللي فقدها في الصراع وما زالت مفقودة. علشان كده هو أعور. أعتقد احنا كده عرفنا هو مين الدجال وبقى أعور ازاي. الدجال هو ست، أول إنسان عصى ربنا على الأرض، وأول من اتبع الشيطان وحسد وحقد وقتل. وعلشان كده كان من ضمن تصريحات إيلون ماسك إن إلههم مرتبط بالحضارة المصرية، وإحنا عارفين إن إلههم أو مخلصهم هو الدجال عندنا. والقصة بتتوافق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهران الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. فاكرين الجزء اللي قلت لكم افتكروه اللي بيتكلم عن ان الماسونيه بدات من زمن ادم؟ فوارد جدا تكون فعلا بدات من زمن سيدنا ادم على ايد ست لما تعاون مع الشيطان. ومش شرط تكون بنفس الاسم، هي في النهايه جمعيات سريه باختلاف المسميات، ولكن هو مؤسسها. والعين مرسومه على قمه الهرم الاكبر. طيب ليه الهرم بالذات؟ أهرامات الجيزة وخصوصا الهرم الأكبر كان ليه قمة معروفة باسم هرمونة، وهي عبارة عن قطعة حجرية على شكل هرم صغير ومكسية بطبقة من الذهب أو الإلكتروم اللي هو خليط من الذهب والفضة. والقطعة دي هي قمة الهرم. الهرم معروف إنه أكبر مبنى حجري في العالم، واللي كلنا نعرفه إنه مجرد مقبرة. ولكن هل من المنطقي إن مبنى بالحجم ده جواه ممرات داخلية وغرف سرية وفتحات تهوية مفتوحة بزاوية معينة علشان تكون متجهة في اتجاه نجوم محددة؟ وده بيدل على علم فلكي وهندسي متقدم جدا. معقول كل ده علشان تكون مجرد مقبرة؟ ومن أهم العلماء اللي أكدوا إن الأهرامات ما كانتش مقابر ولكن كانت محطات لتوليد الطاقة العالم نيكولا تسلا. وفي علماء أكدوا إن الطاقة الكهرومغناطيسية اللي بتكون قوية جدا داخل الهرم ليها تأثير إيجابي على صحة الإنسان، وبتنشط الغدد والإنزيمات، وبتنشط الدورة الدموية والجهاز العصبي والهرمونات، وكل ده بيقوي المناعة، فبالتالي مفيش أمراض. بالإضافة إنها بتأثر على شخصية الإنسان، بتجعلها أقوى وأكتر تأثير وسيطرة على شخصية الآخرين. ومهندس وعالم الراديو كارل داربل قال إن الطاقة الهرمية بتجدد شباب الجسم البشري وبتزيد نشاطه وحيويته. وبنخرج من كل ده إن الهرم فعليا ما كانش مجرد مبنى حجري، ده مصنع لتوليد الطاقة، والطاقة دي فايدتها بتوصل لمحاربة الأمراض والشيخوخة. بالإضافة إن في فرضيات بتقول إن عمر الأهرامات بيرجع لما قبل الطوفان، وإنها كانت موجودة من قبل التاريخ المعروف لينا ومن قبل عصر الأسرات بكتير. يعني الأهرامات بالنسبة لعمرها الزمني وكمان كمبنى بيولد طاقة بتجدد شباب الإنسان، فهي كده بقت فعلا رمز للخلود في الأرض. وبما إنه هو شخصية مخلدة في الأرض إلى أن يشاء الله، فبقى الهرم رمز ليه. وبالنسبة لقمة الهرم اللي هي الهرمونة اللي مرسوم عليها شكل العين، كانت وظيفتها إن جسم الهرم بيجمع الطاقة، والقمة المعدنية بتبث الطاقة أو بتستقبلها من الكون. وبغياب القمة اتعطلت طاقة الهرم، لأن القمة كانت هي المفتاح لتفعيل الطاقة اللي بينتجها الهرم. وطبعا الهرمونة اللي هي قمة الهرم اتسرقت،
والأكيد إن اللي سرقها أتباعه، علشان كده العين على ورقة الدولار على الهرمونة. نيجي لباقي الرموز، بس الأول عايزين نفهم إن إحنا هنا بنتكلم عن شخصية كانت حاسة بأحقيتها في الحكم وحاربت عليه وعصت ربنا وقتلت علشان تستولى على حكم مصر. وبما انه شايف انه احق بالحكم، يبقى اي رمز هيكون ليه علاقه بحكم مصر هيعتبره انه يخصه. وفعلا هو حاليا بيحكم دول عظمى تحت شعارات الدوله المصريه، لانه ما يقدرش يحكم مصر لانها متحرمه عليه بامر من الله. يعني مثلا حجر المصير او حجر يعقوب اللي اتكلمنا عليه في حلقه السيده مريم العذراء، قلنا ان السيدة مريم لما هربت من مصر خدت حجر المصير معاها، وانه كان تحت عرشها في اسكتلندا. ومن القصة بنفهم ان الحجر ليه اهمية بالنسبة للأسرة الحاكمة، لان كده الحجر بيمثل الشرعية الملكية والحق الالهي في الحكم. ورمزية الحجر في بريطانيا كان ليها نفس المعنى، لان برضه كان بيمثل الشرعية الملكية. اما بالنسبة لشكل الهرم المدرج اللي تم تتويج الملكة إليزابيث عليه، فعلى حسب الرؤية المختلفة اللي بنشرحها عن التاريخ المصري، اللي بنى الهرم المدرج هو سيدنا يوسف عليه السلام. وسيدنا يوسف هو أول من دخل دايرة الملك من آل يعقوب، فكده الهرم بقى ليه رمزية تاريخية لأنه بقى رمز لدخول دايرة الملك. ده غير إنه ليه رمزية روحية، وهو إنه بيمثل سلم رمزي للسماء، وإن الملك بعد وفاته هيلتحق بالتسويع المقدس. والرمز اللي بعد كده هو الصولجان، واللي كان في الحضارة المصرية بيعني السلطة والقوة والسيادة والهيمنة. وست أو الدجال هو بالفعل حاليا مهيمن على العالم. وال12 حجر الموجودين في تاج ملكة بريطانيا فبيشيروا لل12 قبيلة اللي اتقسموا من بني إسرائيل زمن سيدنا موسى، وربنا ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. والإشارة ليهم على شكل أحجار كريمة في التاج الملكي البريطاني بيعني إنهم الأعلى في العالم، إنهم النخبة لأنهم نسلوا حتى علم بريطانيا وعلم أمريكا وفرنسا، ودول أبرز الدول اللي بيحكم العالم من خلالهم. ال3 دول أعلامهم فيها 3 ألوان: الأبيض والأحمر والأزرق، نفس ألوان أقاليم مصر القديمة. التاج الأبيض مملكة الجنوب، والتاج الأحمر مملكة الشمال، والتاج الأزرق اللي كان بيرمز لتدفق مياه النيل اللي بتربط أقاليم مصر وبتوحد الشمال مع الجنوب. احنا هنا معاكم هنبقى وصلنا لنهاية الحلقة. انتظرونا في الحلقة الجاية علشان تعرفوا ليه الجماعة دي ربطت نفسها بعلم الهندسة، ليه مثلا مش الطب أو الفلك، وتعرفوا كمان ايه شروط قبولهم للأعضاء والطقوس المريبة اللي بيقوموا بيها وقت انضمامهم للمنظمة، وليه بعض الفنانين اللي انضموا ليهم بيظهروا بشكل مهين في بعض حفلاتهم، وايه أهدافها المعلنة والغير معلنة. ما تنسوش السبسكرايب واللايك.